السلام عليكم. لماذا أنتي إلحاد؟ فكرة البرنامج قائمة على نفس فكرة التطعيم أو التلقيح الطبية المعروفة والتي يمر بها كل الأطفال في العالم المعاصر في مراحل عمرية مختلفة. فكرة التطعيم قائمة على أن الجهاز المناعي للإنسان لديه القدرة على تذكر الفيروس أو البكتيريا التي تسبب العدوى، وبالتالي فهذا الجهاز لو تعرض لهذه الفيروسات أو البكتيريا عندما تكون قد قتلت أو أضعفت، فإنه سيكسب الجسم مناعة تقيه مما لو واجهته تلك الفيروسات في حالتها الطبيعية المعدية. بعبارة أخرى، التطعيم يقوم بإعطائك القليل من المرض لكي تتولد عندك المناعة ضد المرض كاملا. كيف تتولد هذه المناعة؟ باختصار، يقوم الجهاز المناعي بتحفيز بعض الخلايا، اسمها غير مهم الآن لأنكم غالبا ستتوقفون عن المتابعة لو واصلت بهذا. المهم، هذه الخلايا تنتج ما يعرف بالأجسام المضادة، الأنتي بوديز، وهي التي تقوم بالعمل الأساسي لجهاز المناعة، حيث تشير إلى الجزء المعدي من الفيروس أو البكتيريا، وتقوم أجزاء أخرى من الجهاز المناعي بمهاجمة هذا الجزء والقضاء عليه. فكرة الأنتي بودي، الجسم المضاد، هي نفسها فكرة أنتي إلحاد. نحن هنا نقوم بعرض بعض ما يقول الملحدون أنه سبب إلحادهم، أي الفيروس أو البكتيريا المسببة للمرض، ونقوم بتحفيز الجهاز المناعي الفكري على تمييز هذا الفيروس وتكوين أجساد مضادة له جاهزة للعمل وقت التعرض الأصلي. بعبارة أخرى، أنتي إلحاد ليس موجها للملحدين، بل هو موجه للمعرضين إلى الإلحاد، لأولئك الذين في الوسط بين الإيمان التقليدي الذي لم يعد يوفر إجابات لأسئلتهم، وبين الإلحاد الذي في جوهره يقدم أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة. الفئة المستهدفة ليست في الملحدين الذين حسموا أمرهم واطمأنوا إلى الإلحاد، بل إلى الناس في الوسط الذين يشعرون أن الأجوبة القديمة لم تعد تكفي، لكنهم ببساطة لا يريدون أن يلحدوا. وصحيح أن نسب الملحدين تزداد في العالم كله وفي منطقتنا أيضا، رغم اعتقادي أن الأرقام قد لا تكون دقيقة، إلا أني أعتقد أن نسبة أولئك الذين في الوسط المترددين إن شئتم هي أعلى بكثير من نسبة الملحدين فعلا. وإن ما نراه من حديث عن نسب ملحدين متزايدة ليس سوى جزء بارز من جبل جليدي ضخم غاطس في الماء. بدأ مشروعي عن الإلحاد منذ حوالي عامين. قمت خلالها بمساعدة بعض الأخوة بتكوين مجموعة على الفيسبوك استضفنا فيها ملحدين وآخرين عرفوا ملحدين. جمعنا في هذه المجموعة جميع ما يتداوله الملحدون من أسباب وحجج قادتهم إلى الإلحاد حسب قولهم، ونعرض في أنتي إلحاد لأهم هذه الحجج والأسباب. ولا يغني ذلك في رأيي عن الكتاب الذي سيصدر إن شاء الله، والذي سيكون مفصلا لكل ما مر على المجموعة بالإضافة إلى فصول أساسية. ما الذي يمكن أن يميز أنتي إلحاد عن برامج أخرى تحدثت عن الإلحاد؟ في أنتي إلحاد نحاول أن نركز على نمط تفكير يمنع الوصول إلى الإلحاد. سنرى مشتركات في الكثير من الأسباب والحجج، مشتركات في نمط التفكير قادت إلى الإلحاد، والبديل لن يكون جوابا آنيا فقط على هذه الحجة أو تلك، بل التنبيه على نمط التفكير الذي يقود لهذا، والتدريب على نمط تفكير مختلف. أيضا لدي شخصيا تفهم كبير بل وحتى تعاطف مع الشباب الملحدين، لأن هناك أسباب موضوعية مروا بها جعلت من الإلحاد خيارا قريبا. هناك حالة الإحباط العامة التي مروا بها بعد الربيع العربي، وهناك أيضا فشل تيارات الإسلام السياسي في تنفيذ وعودها المعسولة، وهنالك عجز كبير في المؤسسة الدينية التقليدية عن تقديم أي أجوبة، وغرقها في تناقضات لا عقلانية. وكذلك شاهدنا في هذه الفترة أنواعا من الظلم والإجرام والاستبداد والعنف ما كان يفكر بها مخرجو أفلام الرعب. ومن ثم جاءت أخيرا وليس آخرا داعش لتكمل على الأمر وتتسلم بجدارة منصب الراعي الرسمي للإلحاد. هذه هي الخلفية الرئيسية التي حدث فيها سيناريو الإلحاد الجديد في منطقتنا. ربما كان الشباب يتحججون بنظرية دارون في التطور، لكن السبب الأقوى لم يكن برأيي في نظرية التطور، بل في رؤية التدهور المحيط بهم في كل شيء، في انحطاط الإنسان إلى مرتبة أدنى بكثير من مرتبة الحيوانات والقردة التي تقول نظرية التطور أن لدينا أسلاف مشتركين معهم. أيضا أنا هنا لا أعامل الإلحاد على أنه مرض،
صحيح أن التشبيه في البداية تضمن بكتيريا وفيروسات وأجسام مضادة، لكن هذا مجرد تشبيه وتقريب للفكرة. الإلحاد هنا لا يقدم على أنه مرض، بل هو ظاهرة فكرية لها ظروفها وسياقاتها كما أي ظاهرة فكرية أخرى. كما أن هناك بعض الخرافات المتداولة عن الملحدين سأحاول تجاوزها تماما، لأنها ببساطة مجموعة تعميمات غير حقيقية ويمكن أن تكون موجودة عند المؤمنين أيضا. أول هذه الخرافات هي خرافة أن الملحد ألحد كي يفلت أخلاقيا، وأن كل الملحدين منفلتون أخلاقيا. ببساطة هذا غير صحيح. هنالك ملحدون منفلتون وكذلك هناك مؤمنون منفلتون. أخلاقيات الملحد قد تكون بمعايير مختلفة. من الظلم التعميم على الجميع بكونهم منفلتين أخلاقيا، أو على الأقل الزعم بأنهم ألحدوا من أجل ذلك. نعرف جميعا مؤمنين يفعلون الفلتان نفسه ولديهم ما يكفي من الحجج لكي يستمروا في ذلك. الخرافة الثانية هي أن الملحد تعيس كئيب مريض نفسيا ويوشك على الانتحار. ليس بالضرورة، ويمكن أن يكون المؤمن معرضا لذلك. الدراسات النفسية تشير إلى أن المرضى النفسيين من غير المتدينين يكونون أكثر ميلا إلى الانتحار من المرضى النفسيين المتدينين، والتدين هنا هو أداء الشعائر. ونظرة سريعة إلى قائمة أعلى الدول انتحارا وأعلى الدول إلحادا نجد أن لا علاقة بين القائمتين. الخرافة الثالثة هي خرافة وجود نظرية مؤامرة تضخم الأمر من أجل ترويجه، ووجود أجندة سياسية تستهدف الإسلام إلى آخره. للأسف هذا دس للرأس في الرمال. من السهل تصور أن كل شيء مؤامرة كي نتخلص من مواجهة الأسباب الداخلية التي أدت إلى هذا. الخرافة الرابعة هي اعتبار الإلحاد موضة عابرة وتسخيفها وتقديمها كشيء سطحي أو صرعة مثلها مثل الهبية أو عبدة الشيطان، وهذا يعني أنها ببساطة ستزول تنتهي دون أن نفعل شيئا، وكفى الله المؤمنين القتال. الخرافة الخامسة هي خرافة الضربة القاضية، حيث يعتقد كثيرون أنه يمكن التعامل مع الملحدين بمنطق محمد علي كلاي، وأنه يمكن أن تكون هناك ردا ساحقا ماحقا لكل ما يقولونه ويتحججون به. ببساطة هذا غير ممكن، على الأقل ليس في كل الحجج. الأنبياء أنفسهم لم يتمكنوا من ذلك، فلماذا نتوهم أننا يمكننا ذلك؟ ولماذا نرفع سقف التوقعات ونحن نعرف أن ذلك لم يحدث من قبل؟ سيبقى هناك إيمان وسيبقى هناك لا إيمان كما كان دوما. الخرافة السادسة هي تصور إمكانية علاج الإلحاد أو القضاء عليه عبر استدعاء الفكر الديني التقليدي للمناظرة. ببساطة الأمر لن يحدث على هذا النحو. أولا، لأن بعض هذا الفكر الديني يتحدث بلغة مختلفة تماما عن لغة الإلحاد الجديد، وبالتالي لا أرضية مشتركة يمكن أن يحدث من خلالها تفاعل مجدي. وثانيا، لأن بعض هذا الفكر الديني هو جزء من المشكلة أساسا، وبالتالي لا يمكن أن يكون جزءا من الحل. لا يمكن إنكار أن هناك مفاهيم دينية كثيرة وفهم سلبي لنصوص دينية قد أدت إلى ما انتهت إليه الأمور من تدهور في مجتمعاتنا، وهكذا فإن استحضار هذا الفكر لحل المشكلة سيزيد من تفاقمها. على أن علي أن أذكر هنا أن التجديد الذي ننادي به أما أمام التطرف أو أمام الإلحاد، هذا التجديد هو الشيء الذي يجب أن يحدث سواء كان هناك تطرف أو كان هناك إلحاد أو لم يكن. وجود التطرف والإلحاد يذكرنا بالحاجة الماسة للتجديد. التجديد ليس رد فعل، ليس موقف مضاد لا للإلحاد ولا للتطرف، بل هو الشيء الذي يجب أن يحدث. شخصيا موقفي من البداية واحد، ليس رد فعل. بعض الأجسام المضادة التي ستقدم في هذه الحلقات لن تعجب الكثيرين من الذين يتصورون أن فهمنا للدين والنصوص الدينية يجب أن يبقى كما هو، بل قد يأخذون موقفا أشد من موقف الملحدين أنفسهم. لكن في رأيي الخيارات لم تعد كثيرة، وإذا أردنا أن نحافظ على شبابنا من الإلحاد فإن علينا أن نتقبل فهما جديدا للإيمان. علينا أن نسعى إلى إيمان يتضمن أجسام أنتي إلحاد.